بيان إلى الرأي العام حول توسع رقعة الاحتجاجات السلمية في مدينة السويداء في خضم الأحداث والأزمات الخانقة التي تشهدها سوريا، ونتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم والمطبق على كاهل شعبنا في مناطق النظام السوري الذي كان وما زال يضيق الخناق على السوريين، مستمرا بسياسته الاستبدادية بقبضته الحديدية، والتي أثبت عجزه عن إيجاد الحلول المناسبة لسد رمق شعب تقطعت به السبل وسرقت لقمة عيشه. لذلك لم يجد أهالي السويداء ملاذا آمنا لهم سوى رفع صوتهم في وجه هذا النظام الفاسد عبر احتجاجات شعبية بالمئات بسبب الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني المتردي، والذي ازداد سوءا خلال الأسابيع الماضية مع ازدياد عمليات الخطف والقتل واستفحال الجريمة وتضخم المزاودات من كل الجهات والجبهات، بالتوازي مع انقطاع الطاقة وتسيد متنفذين في تخزينها وبيعها في السوق السوداء، مع شح كبير في كافة المواد الأساسية وقرارات تقشفية حكومية عدة. وتفجرت هذه الأحداث في السويداء بعد وصول المتظاهرين إلى مبنى المحافظة وتدخل قوى النظام الأمنية وإطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح، معيداً النظام السوري بذلك قمع المحتجين السلميين المطالبين بأبسط حقوقهم، مكرراً بذلك ذات السيناريو الذي أثبت فشل تجربته في إخضاع الشعب السوري بغية كسر إرادته وعزيمته وإخضاعه لحكمه الاستبدادي التعسفي، بدلاً من تحقيق تطلعاته متجاهلاً الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الواقع المرير وتردي الأوضاع المعيشية التي يعيشها السوريين. ولم تكن تظاهرات يوم الأحد الماضي هي الأولى في السويداء، فقد شهدت المحافظة تظاهرات كبيرة ضربت كل مناطق المحافظة منذ بداية الأزمة السورية، وشاركت المحافظة في الحراك الشعبي بصور عديدة سياسية واجتماعية وصولا إلى العسكرة. وتدخلت دول عديدة في محافظة السويداء عبر شخصيات روحية وسياسية وعبر إرسال مساعدات عينية ومادية وعسكرية، وتعرضت لحصار واعتداءات متكررة سواء من الأجهزة الأمنية للنظام أو من ميليشيات محلية في درعا في الجوار المحافظة. وتعتبر حكومة دمشق أن السويداء محافظة متمردة، وتطالب أهلها بتسليم أبنائها الفارين من الخدمة العسكرية، وتقول إن أعدادهم فاقت 50,000. إننا في حزب سوريا المستقبل نعاضد أهلنا المتظاهرين في السويداء الوطنية المناضلة، السويداء التي يكشف تاريخها وحاضرها عن عزتها الوطنية وروحها الثورية، ونعتبر مطالب متظاهريها محقة وحراكهم السلمي العفوي تعبيراً واضحاً عن مشروعه ومشروع نضالهم. ونطالب النظام السوري أن يرفع يده ويد عصاباته عنها، وعلى الجيش النظامي السوري أن يقوم بواجباته في مواجهة العدوان الخارجي التركي منه والإسرائيلي من جهة والداعشي من جهة أخرى في عموم سوريا، لا أن يكون أداة قمع بيد حكومة دمشق. كما أننا نطالب أيضا بإغاثة الأهالي وتأمين متطلبات الحياة لهم ولكل السوريين الذين يعانون من ويلات الاحتلال وويلات ميليشياته وفصائله وويلات الحصار الغربي الذي لا يؤذي حكومة دمشق ولكنه بمثابة السيف في رقاب السوريين.